المطعم ده ما عجبوش الفيديو اللي انا عملته عنهم، وطالع واحد منهم يقول ان انا عرضت عليهم ان انا اعمل اعلان واكل ببلاش، لكن هم مرضوش، عشان كده انا طالع اهاجمهم. انا ما شفتش الليفل ده قبل كده. يعني كل المطاعم اللي انتقدتهم قبل كده يا اما اتعاملوا مع الفيديو كانه ما حصلش وكبروا دماغهم، ودي حركه ذكيه بيعملوها المطاعم، والناس كده ولا كده هتنسى. او لو حد بيطلع يعلق تعليق احترافي ان احنا بنعتذر وهنعمل على حل المشاكل والكلام ده، هو اساسا ما بيبقوش طايقين ولا طايقين الفيديو اللي عاملينه، بس بيبقى رد احترافي منهم. الفيديو اللي هيشوفوه ده ممكن يبان للناس كتير ان انا متحامل عليهم، مع ان انا المفروض كان رايي في المطعم وكل الاكل يكون اسوأ بكتير من اللي انا قلته في الفيديو. فعلا الاكل استفزني جدا، مفيش صنعه ولا طعم ولا جوده ولا اي حاجه خالص. الكميات اللي بيصوروها في الفيديوهات للدعايه بتاعتهم زي الفيديو ده اللي منزلينه على صفحتهم، بيقولوا النفر مندي 4 أو 5 قطع لحمه، انا ننزل لي قطعتين بس، واللحمه اقسم بالله عامله زي الكاوتش وطعمها يقرف. ربنا يكرم النعمه، انا بتكلم على الصنعه مش نعمه ربنا. لكن المطاعم مش عايزين كده، هم عايزين نقول الاكل جوسي وكريسبي والديكورات تجنن. وللناس اللي بتقول طب ما كنت تكلم المطعم او اداره المطعم عن المشاكل دي بدل ما تعمل فيديو، في مصر محدش بيقبل النقد. يا اما هيرد عليك بقرف ويطلعك ان انت مش فاهم حاجه، يا اما هيقول لك حاضر يا فندم تحت امرك ولا كانك اتكلمت وياخد كلامك كده في الهوا. والدليل اهو طريقه الراجل اللي معرفش صاحب المطعم ولا المدير، عشان انتقدت المطعم هي دي كانت ردة فعله. ده الفيديو اللي انا نزلته على الفيسبوك، اتفرجوا عليه واحكموا. اول مره اشوف عيش ني في مطعم. النهارده نجرب مطعم اسمه قرية ابو سيد احمد للمشويات والطواجن. الاسم طويل شويه ومش سهل ان هو يتحفظ، مش من الاسامي التجاريه السهله. المهم مكانهم في بورسعيد سوهو سكوير. المطعم في الدور اللي فوق ده، في قعدات اندور او الدور، وهنا بتبقى قاعد الفيو شايف البحر. طلبت صينيه من عندهم اسمها سوبر ماندي، هنتكلم عنها لما توصل. الاول نزل للعيش والسلطات. العيش ني، دي اول مره في حياتي اقول اللفظ ده. فعلا العيش مش مستوي كويس خالص، مش عارف مستعجلين عليه ليه. طعمه وريحته عجينه نيه، وبيتفتت في الايد كده، مجرد ما بتمسك الرغيف بيتكسر كده. نزلوا السلطات 2 طحينه و2 بابا غنوج وطماطم متبله ومخلل. الطحينه كويسه، البابا غنوج برضو كان حلو. ونزلت الصينيه، تنزل بقى بالشو ده. المفروض ان هي عباره عن نفر لحمه مندي وربع ممبار واربع صوابع كفته واربعه سمبوسه ونص فرخه شيش بالعظم مع الرز. اولا ده مش نفر مندي خالص، دول قطعتين، وطبعا في الفيديوهات اللي بيعملوها تلاقي الكميه اكتر من كده، 4 قطع مثلا او كده. هنا بس قطعتين، وحتى اغلبهم دهن وعظم. وحتى لو هنقول اللحمه مش بالقطع، هي بينزلوها بالحجم برضو، ده لا ده حجم ولا كميه نفر المندي. انا عارف ان الضاني والتيوس بتتقدم كده بالعظم والدهون، بس لازم يكون في كميه لحمه معقوله. اللحمه بتشد ولونها غامق وطعم الضاني باين فيها، فلو ما بتحبش الضاني هتضايقك، ولو بتحب طعم الضاني برضه هتضايقك لان اللحمه بتشد. الفراخ كانت عاديه، ملحها كان زياده شويه في التتبيله، وفيها حتت متحروقه شويه بس شغاله. الكفته كانت شغاله طريه، بس برضه فيها طعم الضاني باين شويه. الممبار كان كويس وسبايسي، مش عارف برضه ليه راشين عليه ملح كتير من بره. السمبوسه محشيه جبنه وفيها نعناع، شغاله للي بيحب ميكس النعناع مع الجبنه. الرز هم مستخدمين بسمتي حبه قصيره، مش عارف ليه المطاعم بتستخدم النوعيه دي. وكمان كميه الزيت فيه كتيره جدا. حاطين كميه زبيب كويسه، ومفيش دقوس، مع انك المفروض عامل مندي المفروض تنزل معاه دقوس. الحقيقه الصينيه مستواها متواضع جدا ومحتاجه يشتغلوا على كل الاصناف. اكتر حاجه عجبتني كانت شوربه لسان العصفور، كانت حلوه جدا. هي دي الحاجه الوحيده اللي كملتها للاخر. وده باقي الصينيه، انا اكلت شويه وبعد كده خدت الباقي تيك اواي. تمن الصينيه دي 800 جنيه شامله الضريبه. نصيحتي للمطعم ان هو محتاج يظبط الجوده والتيست اكتر من كده، ويعني ده نقد مش هجوم، فيا ريت ياخدوا بالنصيحه او ما ياخدوش، دي حاجه بترجع لاصحاب المطعم. انا بحكي تجربتي الشخصيه وده ذوقي الخاص. سلام.